السلام عليكم متابعيني. اليوم جيتكم بفيديو كبة البرغل. هاي خليت البرغل راح نقعه، خلي له ماي دافي، اخلي له ماي يغطيه حتى يشبع بيه البرغل. اقلبه حتى يتجانس الماي ويا البرغل حتى ينقع كله. بعد ما شربه وراه 3 ساعات اقوم اعجنه عجنة زينة. اخلي له خاشوقة ملح، هاي بعد ما عجنت عجنة زينة راح اكتره. هاي بعد ما عجنته وخلصت جبت شدة كرفس، كشمش، وبهارات 7 اشكال، كركم، وراسين بصل، ولامندوزي. هاي راح اثرم الكرفس والبصل واللحم مثروم. هاي بعد ما ثرمت البصل ثرم ناعم والكرفس نعمته. هاي خليت اللحم المثروم على النار ثرمته لما حضرت الطعام، سلقته بشوية ماي حتى حمسته زين حمسه زين. خليت له الكشمش واللحم والبصل و7 بهارات متنوعة البهارات، فلفل أسود، بابريكا. هاي بعد ما انحمس حمسة زينة خليت له الكرافس على الحرارة، ما اخليه على النار حتى تظل الكرافس. هاي ما خليت الجدر، حمست راس بصل صغير، حمسته حمسة زينة. امرقها مرقة للكبة. خليت له خاشوقة ونص من المعجون. راح اخليها تصير مرقة حمرة. وهاي البهارات المشكلة. بعد ما حمست المعجون زين اخلي له كاسة ماي، تقريبا نص جاكة ماي. خليته تفور المرقة وجبت عجينتي وحشوتي وراح اسوي الكبة. خليني اكبب وراح تجربونها وتعجبكم. الفها لفة زينة وسطرها. هاي كبة البرغل. تفاعلوا قناتي وخلولي لايك ودوسوا الجرس، خلولي لايك واشتراك، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. الفها حتى ما تنفتح، وما هاي طريقتي كلش ما تنفتح، هاي طريقتي. اسويها افتحها
وأخلي الحشوة. إن شاء الله تجربونها. هسه بعد ما كملتها جبتها بالمرق، المرق يفور. إذا خليتيه مرق بارد راح يتفتح، بس تخلينها بالمرقة وهي المرقة تفور، وتنزلينهن كوباية كوباية، وراح تشوفينهن بعد ما راح يتفتحن، راح تظل الكوباية بحطتها. هاي كبة البرغل، أحلى كبة وأطيب كبة. هاي خليتها، أخليها ساعة على نار ناصية. هاي بعد ما استوت الكبة، شوفوا شلون حتى ما تفتحت الكوباية بكوبايتها. شوفوا شلون كبة حلوة.